السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفة قراقيش طعمها بجد يا جماعة في منتهى الجمال، سهلة وبسيطة وسريعة جدا. يعني لو انتي اول مرة تعملي قراقيش او مخبوزات بجد اعتمدي الطريقة دي وان شاء الله هتنجح معاكي 100%. هنعمل من نص كيلو دقيق بس، هنملى البيت كله خير. قراقيش سادة وقراقيش بالعجوة، ولو عندك ملبن تقدري تعملي كمان. بجد حلوة جدا، سهلة وسريعة وبسيطة وفي منتهى الجمال، وهتطلع معاكي هشة جدا من جوه ومقرمشة وزي الفل. يلا بينا بقى نروح على الطريقة والمقادير ونشوف هنعمل العظمة دي ازاي. اول حاجة هنجيب بقى المادة الدهنية بتاعتنا. انا هنا استعملت 175 جرام من السمنة، سيحتها وسخنتها تمام في طاسة كده، وحطيت كمان 75 جرام من الزيت تمام. تقدري تحطي كمان نص سمنة ونص زيت، يعني ما يعادل المادة الدهنية 250 جرام. تقدري تحطي بقى كله سمنة او نص سمنة ونص زيت، او زي ما انا عملت تمام. بنحط بقى معلقة سكر كبيرة ونقلب كويس قوي مع السمنة الدافية تمام. ودلوقتي بقى هنجيب الدقيق. هنحتاج بقى انا هنا وزنت 500 جرام من الدقيق، يعني نص كيلو من الدقيق. الدقيق هننخله مرة واحدة تمام. وزنت بقى كده على الميزان ونخلت الدقيق مرة واحدة بالشكل ده. بعد كده هجيب السمنة الدافية اللي حاطة فيها معلقة السكر، وقلبت كويس السكر مع السمنة. هنزل بقى بالمادة الدهنية كلها على الدقيق، وبعدين ابتدي بقى في عملية بس الدقيق بالسمنة كويس قوي. يعني ايه بس الدقيق؟ كأنك بتعملي الكحك كده. بنبتدي نبس قوي الدقيق مع السمنة بالشكل ده تمام. بنقلب الاول وبعدين بايدينا نشتغل بقى ونبس الدقيق كويس قوي تمام. يعني بنحطه بين كفوفنا ونبتدي ندعكه بالشكل ده تمام. القرص والكحك والحاجات الحلوة دي مش بنعجنها، احنا بنبسها تمام. هنبتدي بقى ناخد، هو الموضوع ده خد بايديا يعني ما يعادل ربع او تلت ساعة عمالة ابس فيه العجين كويس قوي علشان كله يتشرب بالسمنة وينعم معايا ويبقى زي الفل. في الخطوة بقى دي قبل بقى ما بس العجين، يعني مجرد بس ما انا قلبته دلوقتي، هبتدي دلوقتي اجهز الخميرة بتاعتي عشان اتأكد ان هي نشطة. فبجيب 125 جرام من الحليب تمام، يعني اللبن، وبدفيه على النار، وبعدين احط عليه كيس من الخميرة تمام. انا ما حطيتش السكر خالص، انا حطيت اللبن والخميرة وقلبتهم وسبتهم على جنب يخمروا عقبال بقى ما ارجع ابس العجين زي ما انتم شايفين لمدة ربع ساعة كده بس متواصل لحد لما العجين ينعم معايا وكل دي يتشرب بالسمنة تمام. وهنا بقى بعد ما بسيت كويس قوي، هنا بقى اللبن بتاعي مع الخميرة خلاص. الخميرة اتأكدت ان هي ناشطة وزي الفل وعملت الرغوة دي اللي على الوش تمام. يبقى كده تمام. هنبتدي بقى ننزل بالخميرة واللبن على القراقيش بتاعتنا، عجينة القراقيش بالشكل ده، ونبتدي نلم كده اللبن مع العجين بالشكل ده. مش عايزين نعجن في العجين، احنا عايزين نشربه بالشكل ده، يعني مجرد بنلم العجين مع اللبن بس تمام. ودي الطريقة الصحيحة عشان تطلع معاكي القرص ناجحة وان شاء الله مضمونة تمام. طبعا هتلاقوا بقى بعد ما بتحطوا اللبن والخميرة بتلاقوا العجينة كده يعني شدت معاكي شوية، يعني ما بقتش طرية. ما تقلقيش خالص، ابتدي بقى يعني بسيها كويس قوي تمام. هتلاقيها نعمت معاكي وبقت تمام. انا هنا طبعا عشان البولة كانت صغيرة فجبت بقى المفرش السيليكون بتاع العجين بتاعي، وبعدين حطيت بقى عجينة القراقيش وابتديت ان انا اخدمها كويس علشان تنعم معاكي. كل ما عجنتيها كويس كل ما اتخدمت معاكي ونعمت معاكي تمام. لكن بقى في ناس في الخطوة دي بيتسرعوا وبيقولوا لا دي محتاجة سوائل تانية، يبتدوا يضيفوا لبن تاني. فكتر السوائل يا جماعة في الكحك والقراقيش والحاجات الحلوة دي بتنشف القطعة معاكي. يعني لما تعملي قطعة القراقيش او قطعة الكحك هتنشفه معاكي لو زودتي سوائل اذا كانت ميه او لبن. فما تستعجليش، اخدميها الاول في العجن بالشكل ده علشان تطرى معاكي وهتبقى معاكي زي الفل. بس بتاخد شويه وقت، يعني لو هتعملي بالعجان هتاخد معاكي 10 دقايق لربع ساعه في الخطوه دي، لكن بايدينا بتاخد ممكن تلت ساعه او نص ساعه.
انا عن نفسي خدت معايا نص ساعة. تمام، هتنعم معاكي بقى وهتبقى في النهاية بالشكل ده. وده شكل كده عجينة القراقيش بتاعتي بعد ما خدمتها كويس. تختبريها ازاي وتعرفي ان هي جاهزة للتشكيل، تاخدي كده قطعة بين كفوفك وتكوريها وبعدين تبتدي تضغطي عليها. لو ما شققتش معاكي وبقت ناعمة وزي الفل تعرفي ان هي بقت جاهزة للتشكيل. لكن لو لسه بتشقق اخدميها تاني وعجنيها تاني، هتنعم معاكي اكتر. بحطها بقى في بولة وبغطيها وبحطها في مكان دافي كده لمدة ربع ساعة لتلت ساعة. تمام، بعد الربع ساعة او التلت ساعة ده كده بيكون شكلها. هناخد بقى قطعة ونغطي الباقي عشان ما ينشفش منك ويعمل طبقة كده مش لطيفة على وش العجين. بناخد قطعة ونلفها زي الرول، قطعة ما تبقاش كبيرة، ونلفها زي الرول وبعدين نضغط عليها بايدينا علشان نسويها بالشكل ده. وبعد كده هجيب بقى قطعة البيتزا، بتبقى سهلة جدا معايا في تشكيل القرص. لو ما عندكيش قطعة البيتزا ممكن بأي سكينة حادة تقدري تقطعي بيها القرص بتاعتك بالشكل ده. ده شكل القرص المتعارف عليه اللي احنا عارفينه وبنشتريه على طول من الأفران. ما حبيتش طبعا اغير الشكل، فده الشكل المتعارف عليه. هنجيب بقى صاجة مش مدهونة خالص اي مادة دهنية، علشان العجينة بتاعة القراقيش مخدومة كويس وفيها نسبة دهون كويسة جدا، فما تقلقيش القرص بتاعتك مش هتلزق خالص في الصاج. تمام، نجيب بقى الصاج او الصينية ونحط بقى فيها القرص بتاعتنا، القراقيش بتاعتنا. بعد لما بشكلها بالشكل ده بتتشال بالايد عادي خالص، بس انا بفضل يعني ان انا اللي هي القطاعة دي بشيل بيها واحدة واحدة وبعدين بحطها على طول في الصاج. هنعمل ده كده شكل القرص اللي هي السادة. هنعمل بقى شوية بالعجوة، هنعمل منهم شكلين، شكل القرص وشكل اللي هي كعب الغزال. بناخد كده قطعة بين كفوفنا ونعجنها كويس قوي بين ايدينا كده وبعدين نحطها ونبتدي نضغط عليها بالشكل ده. بنجيب بقى العجوة بتاعتنا وننعمها كده بين ايدينا ونلفها زي الرول على حسب الحجم اللي احنا فاردين بيه العجين، وبعدين بنبتدي نضغط عليها بايدينا او بالقطاعة دي برضو حلوة قوي بتفرد العجوة كويس قوي. وبعدين بنبتدي بقى نحطها على القطعة العجين بتاعت القراقيش ونبتدي نلف بقى كده العجين بين بنقفل يعني كده العجوة بالعجين وبعدين نلفها زي الرول بالشكل ده. تقدري بقى تفرديها كده فردة بسيطة وتقطعي على طول، هتطلع معاكي قراقيش بالعجوة. تمام، شكل القراقيش برضو المتعارف عليه بس بالعجوة. هنا انا مش هعمل قراقيش بالعجوة، انا هعمل اللي هو المنين، اللي هو المنين اللي بالعجوة اللي بيبقى ملفوف ده زي الرول. تمام، بفرد بقى كويس قوي كده العجين. تمام، اسهل حاجة يعني حبيت انا اتعامل بيها ايديا في الخطوة دي، لكن النشابة كانت بتشيل العجين معايا فمش لطيفة قوي، فبتفردي بايديكي كويس قوي وبعدين بتجيبي القطعة بقى المشرشرة دي. تمام، وتبتدي تقطعي بيها بالشكل ده. طبعا ما تبقاش على حجم القراقيش اللي احنا قطعناها، بتبقى اعرض شوية. وبعد كده نبتدي نلفها بقى زي الرول. تمام جدا، وده كده بيكون شكلها. تمام، وده كده تاني شكل معانا. هنيجي بقى لتالت شكل. اخر بقى قطعة من العجين بجيبها كده وابتدي اقطعها لكور صغيرة او قطع صغيرة بالشكل ده، وابتدي اكورها وابتدي اجيب بقى العجوة وبرضو اكورها وابتدي احشي بقى القطعة دي بالعجوة. تمام، وهتدينا بقى شكل القرص اللي هو برضو المتعارف عليه، بس دي قرص بتبقى ناشفة مش قرص طرية. تمام، عشان دي عجينة قراقيش فبتبقى مقرمشة. نقفل عليها كويس وبعدين نلفها كده ونضغط عليها ضغطة بسيطة ونحطها على طول في الصاج. ده شكل تالت. تمام، فعملنا النهاردة كذا شكل اهو من
نص كيلو من الدقيق، اشكال حلوة جدا وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. وعملنا كمان العجينة سهلة وبسيطة قوي. طبعا بقى بعد ما بنشكل القرص بتاعتنا والقراقيش بنبتدي نحطها بقى في مكان دافي ونغطيها لمدة يعني نص ساعة يتضاعف حجمها. بنبتدي نشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط ونسيبها. أول ما تاخد لون ذهبي كده من تحت بنبتدي نولع الشواية تاخد اللون الحلو وهتطلع معاكي بالجمال ده. بجد جربوا الوصفة دي ان شاء الله تعجبكم جدا، سهلة وبسيطة ومقادير اقتصادية وبدون بقى خزعبلات كتير ومقادير كتير. هتطلع معاكي ان شاء الله من نص كيلو دقيق شوية كده حلوين جدا من القراقيش. على فكرة انا وزنتهم بعد التسوية طلعوا معايا كيلو بالظبط من القراقيش الحلوة دي، قراقيش سادة وقراقيش بالعجوة طلعوا معايا كيلو من نص كيلو دقيق. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل، وسيبولي بقى كومنت حلو كده لكل اللي يجرب الوصفة وقولوا لي بقى رأيكم فيها ايه وحابين اعمل لكم ان شاء الله فيديوهات تانية تكون ايه وصفات ايه. اكتبولي عشان ان شاء الله اعملها لكم في اقرب وقت ممكن. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.